بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي ومتابعي قناة ملعب مصر في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سريعا كده اشترك في القناة، فعل زر الجرس، لايك وكومنت، ويا ريت شير كتير جدا بقى عشان الفترة الجاية في فيديوهات كتير. وعايز اقول لكم حاجة حصرية كده، احنا ان شاء الله هنتابع مع بعض دوري المحترفين، تمام كده؟ ودي هتبقى حاجة حصرية اعتقد مفيش حد هيعملها على اليوتيوب، فشير كتير كده للقناة عشان نتابع مع بعض. طبعا هو المفروض ان احنا اتأخرنا جدا في حالة الصفقات، بس انا قررت كده يعني هاخد بس دقيقة بس اتكلم فيها سريعا. موسم الصفقات الموسم ده الصراحة ما كانش كويس جدا، فقلت انا هعمله في فيديو واحد مع بعض في اخر الصفقات خالص، تمام كده؟ ويلا بينا نبتدي الصفقات. امام عاشور ينتقل الى النادي الاهلي من ميتلاند الدنماركي. ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي انتقل الى البنك الاهلي لمدة موسمين. بالنسبة للعقد امام عاشور فهو 5 سنين. احمد الشيخ نجم نادي غزل المحلة انتقل الى نادي طلائع الجيش. اما عن بيراميدز فهو فعل بند شراء مصطفى فتحي. نرجع تاني البنك الأهلي تعاقد مع سيرجي أكا لمدة موسمين. وأما عن زد فأول صفقتين هم مع علي لطفي وشادي حسين من النادي الأهلي. البنك الأهلي تعاقد مع أحمد مدبولي وجريندو. بيراميدز تعاقد مع لاعب أجنبي اسمه ميلي أو مايلي. وبيراميدز أعلن تعاقده مع يوسف أسامة نبيه في انتقال حر. ميدو جابر انتقل إلى النادي المصري البورسعيدي. أما عن الأهلي فتعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم، احنا عملنا طبعا عنه حلقة خاصة. انتقل عمر فايد إلى نادي فنربخشة التركي. طيب عموما هو اللاعب طبعا انتقل من المقاولين موسم على سبيل الإعارة. اللاعب ده كان ناشئ النادي الأهلي على فكرة. محمد عادل أمو لاعب نادي مصر المقصة انتقل إلى نادي بيراميدز. وأيضا تعاقد بيراميدز مع محمد رضا بوبو لاعب نادي فيوتشر. نادي زد يتعاقد مع مصطفى فوزي. أما عن المقاولين العرب فتعاقد مع اللاعب إسلام عبد النعيم. وأيضا نادي زد يتعاقد مع اللاعب أحمد سيد عبد النبي. والمقاولين برضو تعاقد مع اللاعب عمرو مرعي. المصري تعاقد مع أحمد عيد لاعب نادي إنبي. تم إيقاف مؤقت زر النقر مرتين للتفعيل. طبعا هو كان في الزمالك ومعار الموسم الماضي إلى إنبي، وحاليا زي ما قلت هو مع النادي المصري. نادي المقاولين يتعاقد مع عماد ميهوب. أما عن الاتحاد السكندري فتعاقد مع اللاعب النادي المصري السابق أحمد الشيخ. أما عن زد فصفقتين اتنين، حمدي ياسر ناشئ النادي الأهلي وأحمد عاطف قطة. نادي المقاولين العرب يتعاقد مع زياد فرج من النادي المصري. والنادي المصري تعاقد مع اللاعب أحمد أيمن منصور. وأيضا النادي المصري تعاقد مع يوسف الجوهري. والمصري يعلن تعاقده مع باهر المحمدي. أما عن زد فأعلن التعاقد مع اللاعب حرس الحدود مصطفى زيكو. الاتحاد السكندري تعاقد مع رجب عمران. نادي زد تعاقد مع مصطفى سعد ميسي من الأهلي لمدة 5 سنين. أما عن المقاولين العرب فتعاقد مع اللاعب عامر عامر وأيضا اللاعب محمود وادي. الاتحاد السكندري تعاقد مع اللاعب إسلام أبو سليمة. النادي الأهلي فسخ تعاقده مع والتر بواليا. أما عن زد فتعاقد مع اللاعب عمرو حسام. داخلية تعاقد مع عبد الرحمن عاطف أجويرو. النادي المصري تعاقد مع فخر الدين بن يوسف. نادي الاتحاد السكندري تعاقد مع أحمد ياسين ومحمود شبانة. أما عن أحمد سمير لاعب طلائع الجيش فهو راح إعارة موسم واحد لنادي الليبي أهلي بني غازي. نادي الجونة يتعاقد مع اللاعب أحمد محمود. وعن زد فتعاقد مع محمد رضا ومصطفى العش واللاعب ديلسون. وبالعودة إلى الجونة فتعاقد مع أشرف مجدي، محمد عماد
حسام محمد وجلال فارس وصبري رحيل وكمال أبو الفتوح وأحمد عبد الرسول وأيمن محمد. وعمرو وردة انتقل إلى نادي فاركو. أما عن الصفقة الأخيرة للأهلي فهي أنطوني موديست. وعن البنك الأهلي فتعاقد أيضا مع إبراهيم حسن ومعاذ الحناوي. أستون فيلا تعاقد مع اللاعب المصري الناشئ عمر خضر. البنك الأهلي تعاقد مع حسن شاهين. أما عن بيراميدز فتعاقد مع سفر وجعفر ومهند لاشين ومحمود مرعي. أما عن الاتحاد السكندري ففرانك ألان بيكالي أوباما كريم الديب بواتينج وعمر صلاح وعمرو صالح وهاني الطامي أحمد غنيم وسيف تقى والحبيب حسن. بالمناسبة بس الحبيب حسن ده ابن أحمد حسن. بالنسبة للاعبين المعارين من النادي الأهلي ورجعوا خلاص وهيلعبوا مع الأهلي فصلاح محسن وكريم ندفد. الباقي طبعا يا إما رحل في سبيل الإعارة يا إما عدو اتفسخ. أما عن نادي زد عبد الله مجدي جرجس مجدي محمد اسماعيل محمد سواني وارنوفا او ارنوفي ومحمود اشرف ومحسن مريمة ومعط مجاسة وبيتر ميتو موسى واسلام عبد الله. اما عن الجونة فعبد الله هاشم وحسن الحطاب اليو جاتا حسام الصانع صبحي سليمان واحمد مسعود ومحمد الصباحي. أما عن المصري فتعاقد مع سمير فكري ومحمد الشامي. محمد شريف انتقل إلى نادي الخليج السعودي والعربي بدر انتقل إلى المقاولين العرب. والداخلية تعاقد مع أحمد سيد غريب. محمود وحيد انتقل إلى نادي سموحة. تم. الأهلي فعل بند شراء خالد عبد الفتاح. وسموحة فعل بند شراء حسام حسن وأيضا أعار أحمد مصطفى إلى نادي الأخدود السعودي موسم واحد على سبيل الإعارة. أما عن طلائع الجيش بقى فتعاقد مع حميد ماو وموسى ديawara وبرضو فعل بند شراء عبد الرحمن شيكا من الإنتاج الحربي. ونروح لبلدية المحلة وهنلاقي إنه فعل بند عبد الرحمن اللاهوني من بورتو السويس وكمان اشترى منهم اللاعب يوسف حسن وأيضا من دكرنس كريم أشرف. وسموحة تعاقد مع فادي فريد. وتعاقد طلائع الجيش مع مصطفى الخواجة وعمر السعيد. عمر السعيد ده ابن طارق السعيد. وكمان فعل بند كريم طارق نهائيا. وكمان يسر وحيد من الترسانة وفريد شوقي. تم إيقاف مؤقت. الداخلية تعاقد مع محمود حسوني أو محمود حسونة مع نادي النصر للتعدين. وتعاقد سموحة مع مصطفى البدري على سبيل الإعارة لمدة موسمين. وأيضا تعاقد مع أحمد خالد وميدو مصطفى. وتعاقد الداخلية مع مصطفى معوض لاعب بتروجيت وكمان محمد أشرف لاعب نادي الزمالك ده طبعا ناشئ. وضم كمان من منتخب السويس أنس شندي. وعلى سبيل الإعارة لموسم واحد ضم رباعي النادي المصري أحمد شداد لؤي فهمي إبراهيم ناجي أحمد عبد الرسول. سموحة يضم المغربي عبد اللطيف بن قصو وكمان بيضم إسلام جابر. أما عن فيوتشر فضم خالد رضا من إمبي. عماد الدين بوبكر فسخ تعاقده مع المصري عماد الدين بوبكر فسخ عقده مع المصري وحاليا هو انضم للمقاولين العرب. والأهلي أعلن إعارة
القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا، وعماد ميهوب ذهب إلى نادي بيراميدز. أما عن سموحة فتعاقد مع حسام هريدي. بلدية المحلة يضم محمد الزفراني، ده لاعب مغربي، وكمان ضم اللاعب ماجد هاني ناشئ نادي الزمالك. المقاولين العرب تعاقد مع عمار حمدي على سبيل الإعارة. تعاقد بلدية المحلة مع أحمد العش، وتعاقد البنك الأهلي مع عماد فتحي. بيراميدز ضم عمر شادي قادما من هولندا، فريق هولندي، وده لاعب مصري الجنسية. وتعاقد بلدية المحلة مع مصطفى صبحي، والجونة تعاقد مع موكا لاعب نادي لافين. تم إيقاف مؤقت زر. تعاقد أيضا بلدية المحلة مع مهاب أشرف وإبراهيم شتا وأحمد رضا ومحمد عبد الناصر. وتعاقد طلائع الجيش مع اللاعب حسام دقطوق واللاعب النيجيري شيكا. بس كده خلاص تكون خلص صفقاتنا النهاردة. أنا طبعا قدمت يعني تقريبا معظم الصفقات اللي تمت في الدوري، بس آسف أنا أعذرني كده في إن أنا أخفقت في بعض الصفقات الأجانب، مثلا ممكن للمصري أو كده. لسه معرفتش أوصل لهم فما قلتهمش. أندية طبعا لو انتم ملاحظين، أول ما قلت حاجة الزمالك عندهم لسه مشاكل والقيد وكده، فمفيش صفقات ليهم غير لعيبة المعارة اللي رجعوا من إعاراتهم بس. انبي موقفين من القيد 3 فترات عشان خاطر موضوع غياب غطاس. فاركو وسيراميكا لم يعلنوا رسميا عن صفقاتهم. أنا عندي بعض المعلومات لكن ما حبيتش أقولها في حلقة النهاردة عشان ما أكونش قلت أخبار غلط لأني مش متأكد. طيب كده هكتفي بدول الصفقات دول في الميركاتو ده. اشوفكم ان شاء الله بقى في الميركاتو القادم في يناير. ده بالنسبه للصفقات. ان شاء الله بقى اشوفكم الفيديوهات الجايه بقى في القرعه بقى وفي لوائح الدوري، وهنكمل مع بعض ان شاء الله بقيه الموسم. سلام.